السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي وقناتكم عالم امينه المتنوع مع وصفه جديده. وصفتنا اليوم ان شاء الله غريبه في السميده والكوك اللي كتجي رائعه وبنينه. وندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنايا بالنسبه للمقادير اللي غنحتاج في هذه الوصفه، عندي ربعه ديال الكوك او 250 غرام ديال الكوك يكون ميدم. عندي هنايا 500 غرام ديال السميده، عندي 2 خمارات بيضين د الفاني، عندي 2 خمارات حمرين من فئه 7 غرام، عندي 6 ديال البيضات، عندي كاس ديال الزيت العنبه وكاس ديال سنيده ثم على حسب الذوق، وعندي سكر كلاصي فاش غادي ندوزها. وضفت واحد قبيصه ديال الملحه هي الاولى. صافي هنا غادي نبدا بالبيض هو الاول، غادي نخدمه هو الاول مع سنيده. هنا ضفت الفاني، هنا ضفت المبشور ديال الحامض. صافي نخوط مزيان دوك المكونات هما الاولين. بالنسبه للسنيده اللي ضفت، هنايا من بعد ما طيبتها. بالنسبه للطياب البنات، انا كنشعل الفران كنسخنو مزيان، انا طيبتها في الفرن ديال الغاز. شعلت عليها من التحت ودرتها من التحت حتى تشقات ليا، ورديتها الفوق وغير شدات غير تحمرت ليا غير شي شويه من التحت. ما تخليوهاش طيب بزاف، راه الا طابت بزاف راه كونوا اكيدين انها غادي تجيكم قاصحه وما غاديش تجي زوينه. صافي ما طيبوهاش بزاف، غير تشق لكم من التحت غير تبان لكم تشقات، صافي ردوها الفوق. غير تشد لكم تحمر لكم شي شويه من التحت، صافي غتردوها لتحت غير تحمر لكم شي شويه، صافي خرجوها. وصافي البنات، هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، وكنتمنى منكم ما تنساونيش تشتركوا عندي في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وشجعوني. وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر مع وصفه اخرى. شكرا لكم بزاف.